سبحان الله يا جماعة الخير، هالآية عجيبة عجيبة جدا. لما الله عز وجل يسمي القرآن قد جاءتكم موعظة من ربكم على القرآن أن شفاء لما في الصدور. والله العظيم أصعب شيء يحوش الإنسان المرض النفسي، المرض اللي في الصدر. المرض العضوي يمكن تتاخذ علاج كذا خلاص تتعافى منه. المرض النفسي ولا اللي بقلبك ولا اللي بروحك اللي أصاب المرض، أسأل الله عز وجل يعافينا، شيء قاتل. لذلك بعض الدول المستشارين النفسيين والأطباء النفسيين اللي يعالجون القلق والاكتئاب والهم والضيقة وكذا كذا يدخلون يعني مبالغ فلكية لأن يعالج هذا القلق اللي فيه. وطبعا غالبا ما راح يتعالج لأن العلاج كتاب الله. شوفوا لو تلاحظون الله عز وجل يوم امتن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايش قال له؟ ألم نشرح لك صدرك. شوف المنة، ألم نشرح لك صدرك. إن شراحة الصدر أنت قاعد تعيشها بيومك كله أنت مستانس وفرحان وسعيد. يا رجل لو تسافر 1000 مليون سفرة وتركب أحسن سيارة بالدنيا وترتكب ما ترتكب من الآثام واللذات اللي موجودة والمتع هذه كلها، وقسما بالله العظيم ما في مثل الشراحة والخير والسكينة اللي ينزلها الله عز وجل عليك إذا أنت طعته. لا تقول لي ولا أقول لك، أنت تدري. سبحان الله، هذا الشيء من الله. ما في ولا متعة من متع الدنيا ولا اللذائذ ولا الآثام ولا شيء يجيب لك السعادة اللي الله عز وجل ينزلها على قلب الإنسان. يا رجل أنت قاعد تشوف إن في كثير من الدول الأوروبية وكثير من غير المسلمين يعانون من هذا الهم والضيقة اللي هم يعيشونها، لدرجة أنهم يذهبون إلى نوادي القتل الرحيم. يعني توصل فيه المرحلة عند ملايين الملايين وعنده القصور وعنده أحسن المراكب وعنده كل شيء، ويروح يذبح نفسه بالقتل الرحيم أو هو ينتحر. وسبحان الله تشوف بعض الناس الطيبة زين، خاصة يعني المساكين الفقراء اللي في أفريقيا ولا كذا، والله ينام على حصير، على تراب، ينام مرتاح. شو اللي ينزل السكينة والراحة والسعادة على قلب هذا وينزعها من هذا؟ إلا الله جل جلاله. الله يشرح صدري وصدركم دوم وأبد يا رب.